السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ الكلام بالصلاة على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. النهاردة اليوم الجمعة، اليوم 10/3/2023. بنسجل فيديو بعد الصلاة، الحمد لله، يعني بعد الصلاة وذكر الله وقراءة سورة الكهف، الحمد لله والشكر لله، مدومين عليها بإذن الله كل جمعة. لازم الناس تتقي الله شوية، ونرجع شوية نفكر في لقاء الله، ودايما نقول التسامح خير، ومن بدأ بالتسامح رضاه الله. وزي ما بيقول لازم الضحكة في وجه المسلم صدقة. نتكلم عن الرجل المحترم، أنا مش عارف اسمه كويس، بس الرجل اللي في مجلس الشيوخ اللي بيقول عايز نعمل نستقطع مش عارف كم في المية، 10 ولا 15% من أجور المصريين في الخارج. طيب أنت عارف الأجور المصريين في الخارج بتجي إزاي؟ لما أنت بتتكلم وقاعد على الكرسي بتاعك يا رجل يا محترم، وبتتكلم عن المصريين في الخارج، أنت المصريين في الخارج المفروض تتكلم تسهل لهم أمور ولا تاخد منهم؟ هم مش كفاية طالعين من البلد ويعني موفرين على البلد ألفات ولا ملايين الجنيهات إنها تصرف عليهم أو توفر لهم وظائف؟ أنت مش بتبص لدي صح؟ بتبص إن الناس دي بتجيب فلوس. بتجيب فلوس إزاي؟ تعرف أنت، ما أنت عندك حد قريبك أخوك ولا حد متغرب؟ ما لو عندك حد كان حكى لك، كان قال لك إيه الغربة معناها. لما انت بتقول كده، طب ما تدفع من اجر بتاعك او من الزملاء حضرتك اللي انت معاهم يعني. اكيد يعني مجلس الشيوخ ده الله اعلم شهرته بكام، ولا الجلسه بيحضرها بكام، كل من هو نائب في البرلمان او في مجلس الشيوخ. اتقي الله شوي وخليك، يعني اعرف ربنا قبل ما تتكلم. والناس تقول المصريين في الخارج دول حاجات يعني ما حصلتش ولا ايه؟ يا حبيبي الناس دي والله العظيم بتجيب الجنيه ولا كان الريال ولا كان في اي دولة عربية او اي دولة، بيطلعوا الروح. يعني ناس بتستحمل الضغوطات وناس تستحمل إنفاق اكل عيش. تجي انت تقول نستقطع من الرواتب المصريين في الخارج، صح؟ لما تسهل حاجة للمصريين في الخارج، لما تقول لهم ينزلوا بسيارة بدون جمارك، لما تقول لهم احنا اي حد تنزلوها مش هنجمركوها. من شوية أي حد جاي من الخارج هنجمرك له تليفون، هنجمرك له مش عارف لابتوب، هنجمرك له. يا أخي اتقوا الله شوية فيهم. لا يعني ليه كده؟ احنا ليه دولة من دول الدول بتحب بس تشوف فين الحاجة اللي هناخد منها فلوس وتقولها؟ مفيش حاجة تدي، احنا مش عايزينك تدي، انت تسهل لنا امور. طيب سهل لنا امور للناس، مش تاخد منيه. الناس دي متغربة بعيد عن اهلها وناسها وحريمها وعيالها، علشان خاطر تأكل عيالها، عشان خاطر ما لقيتش فرصة عمل في البلد اللي هي فيه، البلد اللي دايما جاي عليهم. لما الناس بتدفع لك انت في تسريح سفر او في جواز بخلته بمبلغ وقدره، لما انا اروح اجدد جواز دلوقتي بيخش لي ب1000 جنيه ولا 1500 جنيه، وغير اللي السنه خليتها الضريبه بمبلغ 300 او 400 جنيه. ليه كده؟ انت ملايين داخله لك من الخارج مش يعني سبحان الله، ملايين داخله لك كده وخلاص على ورق، ورق بتعمله مش هم يكلفكم حاجه. جاي تقول لا المصريين في الخارج يدفعوا مبلغ من الراتب بتاعهم. يا اخي اتقي الله في نفسك وفي اللي في تقوله. فبلاش تدي على الناس اللي متغربي وطاف حلكوتة على رأي ما بيقولوا، علشان خاطر تأكل عيالها لقمة حلال. يا أخي يعني المفروض أنت كراجل نائب أو كراجل مسؤول، ليك مثلا رأي سمع ولا شيء، ابدأ في حياة مفيدة. ما تبدأش في حياة عايز ناخد للدولة. ما هي المصريين في الخارج ما هي نافعة الدولة. من أكبر نفع للمصريين في الخارج للدولة إنها مش بتحول لك. أنا لما أنا بحول لك عملة صعبة عشان البلد برضه. لما أنا بحول قادر أحول جنيه مش هتستفاد منه الدولة، لكن أنا بحول لك عملة صعبة. كل الناس بتحول العملة الصعبة عشان خاطر البلد برضه.
واحنا مصر احنا بنحبها مش ما بنحبهاش، انها مصر بلدنا. بس اللي ماشيه اللي ماشيين بيه انتوا وده غلط. الناس لازم تبص المبدأ تاني، من ناحيه ان الناس كلها تبقى مرضيه، مش من ناحيه لا هاجي عليها. هاجي على المصري في الخارج هيدفع مبلغ 5% ولا 10% ولا 20% من راتبه. يا اخي اتقي الله في نفسك. انت ما تعرفش هو بيصرف هنا كام، ولا بيصرف، ولا هو عايش ازاي، ولا بيجيب الفلوس ازاي، ولا معاه كام عيلة بيصرف عليها، ولا عيال، ولا أرضه يعني ليلة في ناس والله ليلة الناس اللي مسافرة قسما بالله حالها يوقف. مش كفاية اللي حاصل الغلا اللي احنا فيه ده، اللي مش قادرين تسيطروا عليه، ولا قادرين تلموه من دول الدول كدولة مصرية. احنا مش قادرين نسيطر على سوق شوية يعني. لو بس فكرنا شوية الموضوع كله هينتهي. لكن لا، ده يقول لك لا التاجر عنده بضاعة لا مخليها مخزنها. لا لا، ده محتكر سلعة اسمها رز، ده محتكر سلعة سكر. يا اخي اتقي الله، الرز والسكر احنا من عندنا من البلد طالع صناعة محلية. اتقي الله. زي الزيوت، جهازة الزيت دلوقتي اللتر تخش ب70 جنيه، ليه يعني؟ ليه؟ ما شفناش الكلام ده في يوم من يوم ما اتنشأنا في البلد، ما شفناش الكلام ده. حرام عليكم شوية. أتمنى من الناس اللي بتتكلم وبس قاعدة على الكرسي بتاعها تحت المكيف تقول لك المصريين في الخارج، لا سهل للمصري في الخارج شوية، مش تصعب عليه الأمور. واتقي الله. وآخر كلامي حسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد يجي على أي واحد متغرب أو سايب أهله وناسه. لا تنسونا في الاشتراك ودعم القناة. في أمان الله وحفظه. مع تحياتي لكم أبو فارس الصعيدي.